مثلا لو عملنا كده الناس اللي انا جاي عشانها، الناس اللي انا جاي عشانها، اوعى وريهم الباي، وريهم اهو، اوعى. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده اليوم طويل جدا. سريعا هقول لكم ايه اللي هنعمله النهارده وهنروح فين، هنعمل ايه، هنجهز كل حاجه ازاي، بس نلبس بسرعه عشان احنا متاخرين وهجيلكوا تاني. قلعنا الجلابيه، لبسنا المرش بتاعنا حلمومي ربنا يستر علينا. سريعا بقى نجهز نكمل بقيه الحاجه عشان نمشي، لان احنا والله متاخر بجد متاخرين. انا عمري ما قلت في مره ان انا بدري، يعني انا عمري ما كنت بدري بشكل عام يعني. خلاص يا شباب داخلين على الكليه اهو، معانا دكتور قنديل. ايه الاخبار؟ الحمد لله. شعورك ايه وانت رايح النهارده اخر يوم كليه ليك، تسحب ورقك تسحب الشهاده؟ هو مزيج ما بين شعورين ان الواحد خد خلص كليه الحمد لله واتخرجنا وما عادش بقى في التزامات الكليه والسكاشن والامتحانات اكبر من كده. بس انا لسه هقول لك بس الواحد لما اتخرج واشتغل شاف سوق العمل بجد. وشاف سوق العمل. كانت دكتوره الله يمسيها بالخير، الدكتوره منال، كانت تقعد تكلمنا على سوق العمل كتير، بدنا نستعد لسوق العمل وبتاع. فعلا هو طلع سوق عمل بجد، هو سوق يعني. هو الفكره بس ان احنا بشكل عام يعني خرجنا من قوقعه اللي هو احنا قاعدين كليه وشباب واصحاب وبتاع، فجاه بقى علينا جيش، فجاه علينا شغل ملزمين بيه وشغلانات بقى كل واحد اتفرق. الحاجات دي يا جدعان للاسف الواحد هيتاقلم بعدين، يعني المشكله ان الواحد هيتاقلم بعدين بطبيعه الحال، يعني طبيعه ان هو بقى وراه حاجات، مش لسه هيقعد بقى يضيع وقته في تفكير ويزعل وانا اصحابي راحوا فين وكذا وكذا وكذا. بس المشكله دلوقتي بقت اكبر كتير، فاهم اللي هو ايه؟ مشكله الجيش من غيري العيال فترة من غيري النهارده. الموضوع بقى كنا بنعمل حكايات عليها زمان دي. ده حقيقي. كنا نروح الكليه عند عم سلامه، ولا الشباب كانت تخش كده في مطعم ورا تاني في شارع ورا الكليه، كانوا يجيبوا بقى ب 20 جنيه طعميه و20 جنيه عيش وجبنه ملح خفيف جبنه ولانشون ورومي. اسلام كان بيجيب ب 30 رغيف ولا حاجه. هو اسلام كان بياخد 25 رغيف والشله بتاخد 5. انا الباقي. لا كان في ايام كنا بناكل يا اسطى. احنا دلوقتي في فورم مختلف خالص يعني. عاوز اقول ان انا اول ما اتخرجت من الكليه الحمد لله كنت حوالي 66 ونص 67 كيلو. اتوقع بقى 22 كيلو. الكلام ده كان في شهر 5. النهارده حاليا مش عارف 7 10 انا حاليا 60 كيلو. انا الحمد لله بقى يعني ده ما اعرفش ده تنشيف بعدها نعمل له تضخيم. ده نظام ايه ده بالظبط يا دكتور حلمي اللي انا بقى يعني وعامل بلان تضخيم؟ اتوقع البلان بايظه. المشكله في البلان. معلش. وانا المفروض ما اعرفش انا حكيت ده قبل كده ولا لا، بس يعني ان انا كنت اوفر ويت شويه، كنت مليان، وزني كان زياده، بس الحمد لله ربنا كرمني يعني اخر سنه دي وشديت حيلي شويه. بشكل عام السنه دي افضل بكتير رغم ان الضغوطات فيها اعلى، يعني السنه دي بجد الحمد لله كرم ربنا كان كبير جدا في كذا حاجه. الحمد لله اتخرجنا، اشتغلنا برضو، عملنا انجازات بسيطه شويه مقارنه باللي لسه هيحصل قدام باذن الله، بس على الوضع الحالي احنا عملنا ما شاء الله حاجات حلوه اخر فتره. خدنا استثبات سريعه لذيذه. الحمد لله بفضل ربنا. دي حاجه ما كانتش سهله يعني. زي ما كنا بنقول استثبات سريعه، بس كانت مهمه جدا. 5 شهور كانوا كافيين جدا ان احنا نتغير شخصيا، نتغير من جوانا، المايند سيت بتاعتنا تنضف شويه. من قبلها طبعا كانت التغيرات بتزيد. الواحد كان اخر سنه ليه كانت اصعب سنه، اخر سنه في الكليه يعني كانت اصعب سنه من حيث كذا حاجه، ضغوطات مشاريع التخرج، فكره ان الواحد هيبقى اخر سنه يقعد فيها مع صحابه، الحاجات دي كلها كانت مش سهله ان الواحد يقدر يحسها او يقدر يتجاوزها يعني. وبعدين انا من الناس، واحنا كشله بشكل عام او صحاب، كنا من الناس اللي هي بتتعلق قوي ببعض،
تعلق بالمكان. رايح الكليه دلوقتي في حاجه غلط، يعني انا رايح عارف ان مش هلاقي صحابي والناس والقعده فده برضو مش مستوعبها، يعني عشان كده عاوز اروح اجيب الشهاده بسرعه وامشي على طول، مش عاوز انا عكسه تماما. انا بتعلق بالاماكن قوي، فانا هروح هقعد شويه افتكر هنا كنا بنعمل كذا، هنا كنا بناكل، هنا كنا بنضحك، هنا كنا بنلعب، هنا كنا سايبين محاضره وقاعدين وقاعدين محاضرات وقاعدين. قصدك السمستر كله سايبين ترم وقاعدين. واتوقع عشان كده احنا اصحاب يعني. الارقام اللي احنا جايبينها في النتائج دي ما توحيش ان احنا كنا بنحضر حتى حصه العاب في الكليه. بس يا رب بس الشؤون ترضى علينا تدينا الشهاده. اتوقع ان احنا الشهاده يعني الارقام اللي طلعت لنا على الموقع بتاعت الشهاده غير الارقام اللي هتطلع لنا في الشهاده. يعني اتوقع ان احنا جايبين على حسب برضه، يعني تطلع غير بس على حسب، ما على حسب يعني هي اقل. ده اللي انا متوقعه يعني. بس باذن الله لا، باذن الله تبقى يحنوا علينا. انا عاجبني السين ده قوي على فكره. عشان كده بحب يا جماعه احنا مرزقين في ان احنا كليتنا كانت بره الحرم الجامعي. الحمد لله ان احنا بره جامعه حلوان يعني، مع ان جامعه حلوان مش وحشه اطلاقا يعني، من اكبر الجامعات، ومشكلتها ان هي اكبر كمسافه يعني، هي كانت بعيده عننا. فاحنا الحمد لله كليتنا الصغيره قوي اللي هناك دي فاهم، ماشيين حوالينا. الفيو كان حلو، النيل على بعد امتار من هنا. لوكيشن الكليه جامد قوي، بس جامد ورا الكليه السبتيه. ما عشان كده كنا بنقضيها نقعد ناكل فطار هناك بقى وبتاع. هو كان عندنا كانوا بيقولوا ايه، بوث سايدز، السايد اللي بره ده فاهم زي فيلم مرجان احمد مرجان، من فوق مع الشيخ محمود ومن تحت مع عمرو دياب. احنا كده بقى هنا كده الدنيا كلها والنيل والابراج ونايل سيتي، هنا بقى السبتيه والدنيا. فكرني الكليه دي بالبرازيل على الشط اللي بره ريو دي جانيرو. بقى كل الاغنياء وبيتشز وفاكهه وبتاع وكل حاجه وكل حاجه. خش جوه 50 كيلو هتلاقي قمه الحياه. اي منطقه هنا بولاق قدامها الزمالك، ما اعرفش ايه قدامه ايه، طبيعي النزهه قدام عين شمس، ما حدش ساب حد في حاله. فبس احنا قربنا خلاص نخش على الكليه اهو. ابراهيم اهو معانا، ابراهيم اهو. اوعى يا فنان، عامل ايه؟ يا برنس عامل ايه؟ عامل ايه يا صاحبي؟ الحمد لله. احنا لايف يا صاحبي. يا راجل ايوه. فين بقى ده؟ عندنا قناه كام؟ قول حكمه. ما بعرفش والله. مش الدرجات. طب احنا النهارده عليك ايه؟ عندي طرق بحث، انا ما اعرفش اسمها ايه. عندي محاضره. يا ريتني ما سالت، زي ما قلت لكم لسه بنحكي يعني. احنا بنيجي بس مجرد ان احنا بنيجي بس. احنا هنخش كده ونجي لكم. الواد برضه عايز يقول انه اخر كلام كليشيه قوي بتاع افلام ومسلسلات اخر سمستر بالذات. الواحد فعلا طار هوا ما حساش مشاريع ومحاضرات وبتاع ولبخه، وكان عامل حساب ان هو اخر سمستر، فلو عايز يعمل من كتر ما هو عايز يلحق يعمل ذكريات وحاجات، كان ما حدش بيعمل حاجه، اللي يعمل كذا 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 وما حدش كان بيفخد كله. فدي برضو كانت نقطه، الواحد كان نفسه يعمل حاجات اكتر بالذات اخر سنه. الحمد لله ولا واحده منهم اتعملت. الدنيا بس. وعايز اقول ان برضو اخر كام سنه في الكليه، يعني الراجل الطيب ده انا اعرفه من اولى عادي، انا بس انا وهو ما بقاش صحاب غير بالظبط غير اخر سنه، يعني قربنا من بعض قوي بالذات اخر سمستر ده اللي ايه قربنا من بعض قوي، خاصه بقى لما رحنا الشغل مع بعض، انا هو في نفس الشغل، فايه الدنيا قربتنا من بعض جامد. فالراجل الصراحه عسليه، كوميديان مصري قادم على رأي أسامة محمد هنيدي. دي مشكلتي بقى يعني، ده اللي مخسرني فلوس وصحة وكل حاجة. المفروض ان نخش نخش نتخانق مع أستاذ عبير في الشؤون. انا داخل اعمل حكاية. طيب موضوع الشهادة ده هياخد وقت شوية، فرايحين الخزنة وهنعمل شوية حاجات كده، وهتاخد تقريبا ساعة ونص ساعتين عقبال ما المسؤول عن الشهادة تيجي يعني. فهنخلص الموضوع ده ونجيلكوا على طول.
المفروض هنقابل ناس صحابنا كده نقعد معاهم عقبال ما الشهاده ما تجهز نخلص ونجي لكم. ماشي عقبال ما الحاجه تجهز احنا طالعين المبنى اللي كنا بنقعد فيه كليه علوم التغذيه. يا اسطى الواحد حاسس بنوستالجيا وهو طالع كده تاني. المسجد ده كنا بنيجي نصلي هنا. ايام هم قفلوا المبنى، قفلوا الباب ولا في ايه؟ بس الشباب عندها محاضرة كمبيوتر. طبعا الباب ده ما كانش موجود لسه عاملينه. انا الصراحه عندي مشكله. ايه؟ انا لولا السهم ده انا ما كنتش عارف انزل ازاي. انا لولا السهم ده ما كنتش هعرف اطلع ازاي. بجد يعني ده السهم ده انا لا برضه فلوسنا عامله شغل. فلوسنا عامله شغل، احنا ما كناش برضه بندفع قليل في المكان ده يعني. قنديل عايز يقول لكم حاجه. اقول لكم حكمه. قول لهم حاجه. قول حكمه. طبعا يا جماعه احنا قاعدين اهو مستنيين الاستاذ محمود عشان يختم لنا على الشهاده، بس طبعا الله اعلم استاذ محمود فين. يعني ربنا يفك ديكته ويرجع لنا بالسلامه ويرجع لأهله سالم غانم. عشان ايه؟ عايزين نخلص، الجو حر. فالمهم حاليا احنا هنروح نفطر وهنجيب فايلات ونظبط كام حاجه كده. ف تفطر فين حلو؟ عند عم سلامه ولا تايسون؟ هو زي ما هو عم سلامه واحد بس. عايزك تتفرج تخش معاه الشارع من اوله. تايسون الدنيا حسام ام مكه هنا. الناس كلها طرش هو ده. بس تايسون نظف الندف. تايسون اهو محل الاكل. تايسون يا نجم موجودين اهو بنصور اخبارك ايه والله. عم تايسون ده قد الدنيا هنا، هو ده البطل هنا. شايف التركيبات؟ يا باشا ما شاء الله. شكلنا ورد قوي. شكلنا ورد قوي. كلها عماله شكلنا ورد قوي في بولاق، يعني الموضوع صعب. المشكله انت جاي في سبتين. مع ان والله يعني احنا دلوقتي هنا في الحواري بقى، هنا في الدنيا بقى. اخواتنا البرازيل لما كنت بخش 50 ايه احنا بقى في ال50 دلوقتي. ورش دنيا بتاع بس على الله. يا رب فاهمني؟ ما نتثبتش. يعني ربنا يستر علينا. عم تايسون ده ما كان جبناش وحشني. فايلات ليه؟ ما احنا رحنا يعني انا هنروح عدينا وسلمنا وعملنا وناس احنا راجعين. تايسون وفين الفيديوهات يا عم؟ فين الفايلات؟ انت هنمشي كده. عامة انا مبسوط دلوقتي. عارف انت نسمة الهوا اللي هي بتاعت الشتاء اللي انا كنت بحبها لما باجي الكلية هنا. فانا كل حاجة بتفكرني دلوقتي. ده عامة طول عمره كان ضلة وكان الهوا بتاعه جامد. بحري جامد. فكنت بستمتع. كنت انزل اخر الشهادة واجي هنا لو جاي من رمسيس او حاجة. بس كان احلى شارع بتمشى فيه الصراحة. سيبك بقى من شوارع مصر كلها ولا الزمالك ولا بتاع، كان الشارع ده الدنيا كانت تضرب تقلب بره. واحنا دلوقتي يا عم سلامة مطعم اللي بنحب ناكل عنده، فنخش ناخد سندوتشين في السريع. هنعد سندوتشين كده ونرجع تاني. عادتنا الشقية ما عندناش عشوائية. ايوه عمر فاهم ده بيختصر السندوتش. دي قعدتنا دي. ده كان كل يوم. عشان كده كنا مليانين. في ناس صحة هنعمل لما سيبنا الكليه الحمد لله خسينا. بس جينا نعمل ده شيت ميل النهارده يا رجاله. اضرب خش اورو سندين. ابراهيم اللي وحشني والله العظيم، وحشني عمر ده شيء يا اسطى. عامل ايه من غيري اهو؟ مش عارف اقول حاجه، مش عارف اعيش من غيري اهو. الحمد لله. ست براك في الكلية. ايه؟ ست براك في الكلية. بجد. حبيبي يا عم قد الدنيا. مطعم عم سلامة. عم سلامة ده العيش. خلصنا فطار. انا لسه. وده كالعادة ده بيقعد سنة. ده سلو ايتر يا جدعان. ده سلو ايتر ما بيجيش في الاكل. قال لك كل بالراحة عشان تنضف كويس. ما انت في الاخر برضو بتقول لا جعان عايز احدش مع حاجة تتاكل. تحس كويس. هو انت بتعمل كل الارشادات اللي تخلي الواحد شبعان، ما بتشبعش وجوع وفي الاخر ما بتاكلش. تعرف ان الناس بتقول لهم قبل ما تاكل اشرب كوبايتين ميه كبار. ده لو حد عايز يخس.
البالك عكس انت مثلا يعني ما تحشيش بطنك على الفاضي. انا ما بعرفش، لازم برقع كوبايه ميه كبيره قبل ما اكل، ما اعرفش ليه. اتوقع هو عشان كده معانا ما باكلش، ما كملتش عمري ما كملت. يعني هو عارف الغلط فين وما بيصلحوش. انت بقى قول لنا إيه؟ مشكلتك ايه مع الاكل مثلا؟ احكي لنا مشكله بجد، احكي لنا يعني قول لنا مثلا اكلك عامل ازاي اليومين دول؟ ما باكلش اصلا يعتبر. طب ليه؟ انا مش هشرب. تشرب حاجه؟ تشرب شاي؟ وانت؟ معلقتين سكر بنعناع. هو ده مثلا طلب معلقتين سكر بحوالي 10 جرام كارب. 10 جرام كارب انت بتشرب كام كوبايه؟ كنت بشرب 3 كده ربنا نجده يعني. انت بتشرب كام كوبايه شاي في الاخر؟ يعني اليوم؟ توتالي المشروبات اللي بتشربها بتحط فيها كام معلقه سكر؟ 5 في 3. 5 في ايه الرقم ده اصلا؟ دي مجموعه يا اسطى ولا 5 مرات، المره 3 معالق سكر. ماشي يعني 15 في 5 بكام بقى؟ 15 في 5 75. بياخد 75 جرام كارب سكر بس، ويا ريته باين. يعني المعلقه دي اي حاجه. معلقه ب 5 جرام، و5 جرام ب 5 جرام كارب. هي المعلقه بقى، لا المعلقه يا اسطى المعلقه الصغيره مش الكبيره. 10 جرام في 40 كالوري. احنا بنحسبها بندور على كام جرام كارب. كام جرام كارب؟ اه يا عم فاهم؟ انا بحسبها كارب ما بحسبهاش كالوريز. 19 انا اشوف المايكروز ايه؟ الماكروز ايه؟ مين؟ يلا صوره يا شباب. والله ابراهيم. بس طب فطارك بقى تفطر امتى؟ بفطر على الساعه 10 كده 11 ساعه، ولو سهرت بفطر 12. طب بتفطر ايه اصلا؟ فول وبيض. بس مش حاسب بقى اكل معين، مش ماشي على حاجه معينه؟ والغدا بيبقى على امتى؟ الغدا على الساعه 6 كده. يعني من 10 ل 6 انت مش بتاخد حاجه في النص مثلا؟ ولا ممكن تاخد مثلا سناك صغير في النص، تشرب حاجه، تاكل حاجه؟ ممكن اشرب زي ما قلت لك شاي كده. يعني مش بس ده مش حاجه كبيره يعني، فاهم؟ تعتبر حاجات خفيفه. طب يا صاحبي انت كده بقى محتاج تشترك معاه برايفت. انا محتاج اموت من بعد الاشتراك. عبده حلم تن. دي حاجات ما ينفعش تطلع. خلص احنا في السبتيه. حابب اقول النهارده 7 اكتوبر يا جماعه، عدى سنه على موضوع غزه والضرب اللي حصل، فادعوا لاخواتنا يا جدعان محدش ينساهم، الناس دي في القلب. ربنا ينتقم من كل حد مؤذي، ف ما تنسوش الناس دي. الناس اللي انا جاي عشانها، الناس اللي انا جاي عشانها. يلا خسيت بجد. حلمومي. ايوه يا باشا، والقله ايه الاخبار؟ خسيت؟ لسه كشيت. الناس دي يا جدعان انا جاي لها مخصوص. الراجل ده صح؟ هو ده، ابعتها له. اكتر واحد بيعرف يعوم في كاس سخنه. ان شاء الله المره الجايه. مفيش مره جايه في جيش. لا للاسف اعفى ان شاء جيش. الله. يا رب اعفى توثيقا ان شاء الله. ولو مش اعفى امسح الفيديو. امسحه بقى. سنه. رب فك يديك. سنه بالحب يا ميري لو مش اعفى. النهارده هنعمل ايه؟ الجيش كسب راجل جدع والله. راجل جدع. انا عايز يخسرني. انت كلت. انا عايز اخسرني. كلت وما عنديش مشكله. لا دايت يعني التيشيرت هيضيق اكتر، ما هو ضيق قوي. هو كومبريسد قوي، الموضوع صعب يعني. لا رايقه. انت ازاي ايه رايك في تيشيرت حلمون؟ تعالى يا صاحبي قول لي ايه رايك؟ رائع. الديزاين، القله، العمه، الحاجات دي كلها كبير قوي قوي قوي. هو ستايل المزاريطه اللي انا بيه. كبير قوي قوي يعني، فظيع. يا صاحبي حاله الميري دي. هو بيشرب عشان الجيش هيكسب راجل جدع تاني. يا وجع القلب. كان عليكم محاضره فين؟ كمبيوتر ابلكيشن. هو انتوا حاجه هم ايه بقى؟ نسينا جداً. يا عم. انا دخلت المبنى ده، لقيت اللي شغال هناك بتقول لي انزل انت، ما فيش حد جوه. اوعى درجات اون اير. الفتاة دي شكلها صغنن قوي. دي مجانين يعني. عارف الفيديوهات بتاعت الافراح دي؟ ايوه خش. عارف انت مصور وهو داخل كده اهو. بص الاوتو فيت بتاع ندى رجاء. اوتو فيت ندى رجاء. ايوه حاجه طرش. جاي ورا. استنى الله. عارف الفيس لوك؟ الريد كاربت. احنا على الريد كاربت دلوقتي. يلا عارفك وهجيبك اخويا. اللي هيضايق حلومي ابعتها له. معاك الداخليه. ايوه معالي الوزير. طب يلا نمشي من الكليه. نمشي من الكليه؟ ايه الطلب انت قادره قوي. ايه الطلب الغريب ده؟ هناكل ايه؟ ها؟ مش عارفه. هو انا ليه شكلي فين الكاميرا بقى؟ اهي. الو احنا صورنا بيه، احنا ده في فيلم اتعمل.
تعالى. يا عم قفلته؟ لا نشوف تاني دلوقتي عشان ايه؟ لازم توثيقة يعني ايه؟ حاجه برايفت يعني؟ ايه؟ توثيقا. قال والله يا جماعه يعني التيشيرت 10 اوف 10 اوف 10. ايوه انا عايز رائع. الديزاين زياد ومازن صاحبي، بس التيشيرت زياد صاحبك؟ واحد صاحبي بتاع بابجي ده. ايوه عارفان. اما التيشيرت من امباكت ستور سيب لكم الحاجه من حلو الشنطه بتاعت الكوره. ايوه اللي هو اصلا الكومبريشن بتاع الجيم. بما اني ما نزلتش الجيم قلت اجيب الكليه. الله الكوتش كمان اوعى وريهم الباي وريهم اهو اوعى ده بطل ده اوعى. الحمد لله كويس. فين يا عم؟ انا اقعد ادور عليك واحد واحد. راح اجيب حاجه بس وجاي. جيب يا صاحبي. قول لي ما تتكسف. فطار سبقناك لو تيجي بدري. مش انا اللي مش ليا والله، انا عامل دايت. انت ازاي مش اجازه؟ انت ازاي اجازه قصدي؟ انا مش اجازه، انا جاي اقعد معاكم شويه قبل ما الشهاده تخلص ونطلع. رب فك ديكة الشهاده. والله خرجوا الشهاده احنا السنه احنا جايين. يا الشباب دي احنا هو هناخد ده. مكان. احجزوا لي الكرسي بتاع حلومي في الشركه بتاعي. انا عايز اقول ان يا صاحبي طب اقفل بقى الشغلانه دي بقى. انت الشهاده لسه اوعى هو ده هو ده. هاي كلنا. هاي. لا واحده. طب ليه؟ يلا وضعية والله. استنى يلا كلنا وضعية والله. خلاص على الفيديو تاني. انا الاونر صاحبي. انا عايز اعرف التشيك ده كان فيه ايه. بص يا زميلي، 100 جرام شوفان، ايوه 50 جرام فول سوداني جامد، وموزتين ولبن 400 مللي لبن وعيش بقى. قول لي سعراته كام؟ ممكن يبقى عشان يدخل يا وليه عشان ادخل. مش عشان يدخل. لا دي معلومه حلوه دي. مدى رشاد الدكتوره البديهيه بتاعتنا. هي ليه نجوم وما بيشتموه؟ اكيد عاملين له نجوم. المهم شاطر جدا 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 ممتاز. هو غالبا ده فيه بتاع 1200 كالوري مع وجباتك بقى في بيت اليوم. تتخن وتعمل عضل، بس اتمرن يلا قوم روح الجيم. معجبين وضعية والله، عايزين يقولوا كلمة. احنا بنحب حلمي جدا. تحت جمهورية مصر العربية. اعملوا وضعية والله بقى. يلا السخنة تاني. لا يلا بينا. يلا بينا السخنة. يلا اللي مفيش منه. انت مش هتيجي معانا دهب عشان هتبقى في الجيش. طب مفيش دهب بقى، مفيش دهب غير لما اجي من الجيش. ده في دهب ودهب 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 موت. انت بتحللي اخر سنة يعني خلاص؟ طب اقفل بقى الكاميرا دي كده. هتاخد مصاريف الكليه تطلع بيها هناك. هي مستغربين الشهاده متاخره ليه بتاعتها. ايوه هي لسه ما دفعتش الفلوس، فاهمه؟ خلي ده هتنفعك بقى. تور جايد امسك. بما ان كليتنا طبعا فيها فن في كل حاجه، فالنهارده هوريكم تمثال مرعب. معانا تمثال اثريات. لاحظ حضرتك الديتيلز. لاحظ تفاصيل الفن. اتفرج تفاصيل الفن. طبعا هو الموضوع. لا يعني انا شايفه التكستشر بتاع الجلد. قرب معايا كده. خش معايا يا احمد. يعني في تفاصيل خلفيه. الرسام او النحات كان فين؟ اتوقع كان في الحمام وهو بيعمل الحوار ده اصلا. منطقي. طبيعي. يعني احنا مثلا لو عملنا كده. هدينا الفن. مبسوطه دلوقتي؟ مبسوطه يعني؟ حضرتك ممكن لا ده دبل يوز ده. افتح القعده اتفضل. لا هو شكرا كده احنا عارفين ايه اللي جوه يعني. ده بقى الطريق ب 20 اللي كنا بنجيب من عنده الصبح. والله كده صاحب الشاي. انا فاكر اللون ده جامد قوي. اللون بجد جامد. ايه رايك؟ 150 جنيه من عباس العقاد. بس حلوه تستاهل. كان عندي بلوفر نفس الشاي. بطقم لما تلبسه بقى تعالى خدها مني. هتنفعني. يا مخرج وقاعد ايوه ايه ده خش اهو. وانا بمضغ. طب فيكس زي ما احنا. ايوه هو المخرج. اللي فيها مخرج وقاعد ايوه جاي جعان والله. وحشني يا صاحبي وانت وحشني. يا جدعان ممكن تقعدوا من غير يا جدعان والله تيجي تنفذي. والله الرجوله راحت. بحبك. عادي. طب دلوقتي عايزين نشوف مش بروفا. فارق معايا اطلع ده هنا ولا ده هنا. فاهم. لا كده هجيب. انا دلوقتي عايز اشوف بروفا. لا اشوف لو عايز اساعدك في اي شيء. عامة مش لا كده بس هقفل رسم وهجيب الناس بقى. طب خلاص يعني لا خش من غير صوت. خش من غير صوت عشان في بروفا دلوقتي، صح؟ يا اخويا في بروفا دلوقتي نخش من غير صوت.
صح؟ الكاميرا مزاجك يا ليه ده؟ شايف ان احنا بنلعب يا باشا. عامل ايه يا اسطى؟ الحلاوه دي كلها باشا والله قلة اكل يعني. انا بقول لك قلة اكل. كنت شاكك ان هو لا انا بس عرفت من حلومي. والقله وبتاع ده. يا اسطى عايزين تريبس للناس اللي عايزه تعمل فورمه في اسرع وقت. هتتمرن هم 6 شهور هتغير فيهم حياتك. إيه هتروح بقى؟ كل يوم تلعب باي بس. انا اتفرجت على فيديو. يبقى جسمك شبه جمال كده. تبقى زي كده. بص الفرخه. بس اوعى ابعتها له. هتعمل فورمه سنه هتبقى شبهي. 6 شهور العب 6 شهور باي هتبقى زيي. باي بس. أهو. باي بس هيطلع لك عضلات رجلين. معلش يا جدعان الناس دي يا جدعان الموضوع صعب. الموضوع صعب. الشباب صغير قوي. سنا صغيرين 2006 قوي. 2007 صعب. اصلا 2005 بيتكلم معايا. 2003 2003 يا وحش. كده مبلوعه شويه يعني. انا اللي عملتها. احنا عايزين نوجه رساله للاستاذ حلمي، هو ان احنا جايين لك بجد فاهمك عامه. ومعانا استاذ جمال عايز يقول حاجه. ودعيت والله بتاعت عم حلمي، احب اقول لك ان انا بحبك جدا والله تاني. انا ما بحبكش، بنحبك يا حلمي، بس حاول يبقى عندك شخصيه اكتر من كده. حاول. يلا روح سي هاي. سينمائي ولا مش سينمائي؟ سينمائي ولا شايفين الوقت؟ شايفين عيون؟ شايفين؟ خش زوم خش معايا يا احمد. وريهم عينيك. اسمها الفلاحه. خش عليها جربي انت للكاميرا مش الكاميرا اللي تجرب لك. ادوس هنا. اوعى ادي الباي وادي التراي وادي الباي. سلام يا عبد العويد. وايد انجل فظيعه. احنا اهو كلنا هنا اهو. جبنا الشهادات الحمد لله. نوريها لكم بس لما نوصل لان احنا مستعجلين جدا جدا. المهم كان يوم حلو جدا. استنينا الشهاده قبل ما تيجي. قابلنا الشباب يا اسطى. كان يوم حلو قوي. انا بحب اصحابي الشباب بتاعت سنه ثالثه اللي هم دلوقتي في سنه رابعه بقى، ما بيقولوش ثالثه بس هم يعني انا ستيل انا لسه في رابعه مع اني اتخرجت. انا بقول انا في رابعه وهم في ثالثه. واللي يعني اللي ملعب كل بقى يا اسطى. شايف الفيو؟ شايف احنا كنا فين؟ احنا ازاي اصلا ما استغلناش؟ انا حاسس ان احنا ما استغلناش احنا اتكروتنا صح. عملنا ايه الدنيا والحوار، وكان كورونا برضه اول سنه خطفتنا. فزقنا تهنا كده. خطفنا اول سنتين عشان موضوع كورونا ده. بعدها بدأنا نفوق في ثالثه بقى نعمل ذكريات بسرعه. كروتنا الموضوع ده بدري يعني. الحمد لله عاملين كميه ذكريات. هنا قلت حاجه هندم عليها بعدين. كلنا قلنا حاجات ندمنا عليها. فيا جماعه اللي عايزين نقوله ان لو حد لسه ما اتخرجش وفاكر ان هو يا هبقى اعمل ذكريات بعدين، هبقى اخرج، هبقى اقابل صحابي او انت صح. ما تستناش. لا بس بهزر بجد. انت لو في ايدك فرصه انك تبسط نفسك او تخرج مع صحابك او يا عم لا انت قد الكلمتين دول. انت اصلا بتقولها انت بتعيط. انا بقول لو انت عندك فرصه انك تخرج وتقابل صحابك وتعملوا اكتيفيتيز سوا، ولو في اي مجالات تقدر تشارك فيها، وعندك فرص تعمل اي حاجه تقدم فيها نشاطات، حاجات طلاب في الجامعه ايا كان، كل الحاجات دي هتفيدك بعدين. مش لازم تفيدك كدلوقتي. لا انت اسم ان انت عملت ذكريات على الاقل. يعني انت لو ما استفدتش بحاجه اسم ان انت عملت ذكريات. وطبعا مفيش اصعب من الانسان، مفيش اصعب من الشخص اللي كده عايش ومات من سكات كده ما عملش اي حاجه في حياته. انا ختم اهو شهاده. خش على الصوره. خش بص انا عامل ازاي. يا نهار ازرق. هو ده ورينا انت بقى. يا ساتر يا رب. احنا عاملين عند نفس الاستوديو تقريبا. انت مش لابس بدله؟ الفيو الجامد ده فيو كليتنا يا جماعه. بنيجي دايما هنا كنا بنحب نتصور. باذن الله نيجي تاني نزور الشباب قبل ما نخش الجيش للاسف. كنت لسه بسمع اغنيه ايه؟ لزاب ثروت. مش فاكر اسم الاغنيه بس هو كان بيتكلم عن الموقف اللي احنا فيه ده، ان احنا فجاه دخلنا الكليه هوب
دب دش عناب، اتخرجنا اللي دخل الجيش واللي خد اعفاء واللي سافر سوحنا بقى كل واحد راح في حته فاهم. بقينا بنتلاقى كل فين وفين. فبعدين حسيتها قوي وانا بسمعها الفتره دي. وبعدين احنا من الناس برضو اللي يعني احنا تجربتنا الشخصيه ان احنا كانت كليتنا اغلبها بنات. بص احنا دفعتنا كانت 200 وحاجه و60، كنا 19 ولد 20 ولد بالكتير قوي يعني. وما كانوش بيجوا، ما كانش في غيرنا انا واسلام وقنديل وعمر يعني عدد قليل يعني، ما نعملش قعده في قهوه يعني فاهم. فاغلب صحابنا الاغلبيه الكبيره كانت بنات. فدلوقتي البنات اللي اتخطبت اللي اتجوزت اللي عمل، فمحدش فاضي، ده بيدور على مكنه، ده بيدور على غرزه. فاحنا بقينا لوحدنا. دي حاجه بتضايقنا جدا ان القعده دي ده. بس انا عامه مبسوط ان احنا بقينا لوحدنا. انا مش مبسوط، انا اتكلم عن نفسي مش مبسوط. انت هتمثل؟ انا مش بمثل والله، ده حقيقي. مامتك قعدة الرجال الا يا حبيبي عشان دي امي. واللي يجيب سيره امي زي هلا ام بدوي زي ام بدوي كده فاهم. يعني دي يعني احنا ياما اكلنا على ايديها يا ابني. انا الناس قعدت الفسيخ بتاع وفسيخ ودنيا. الحمد لله ان انا نسيت، الحمد لله ما كنتش باكلها. كنتش باكل فسيخ يا جدع؟ مش في الهبل ده. ايه رايك في التيشيرت؟ حلمومي قول لنا. احنا دلوقتي رايحين على الشغل. خلاص زي ما قلنا جبنا الشهاده زي ما انتم شفتوا كده. هنحاول نمد لان احنا متاخرين شويه والدنيا حر. عايزين نروح نخلص كام حاجه علينا كده ونجي لكم بعد الشغل او نجي لكم اول ما نوصل وبس. باي. انتظروني انا مش جاي. طيب يا جماعه احنا كده خلصنا. كان نفسي نصور واحنا في الشغل بس بصراحه ما كانش في اي وقت. واحنا رحنا الشغل خلصنا كام حاجه على طول، ودلوقتي الساعه داخله على 12 يا دوبك نلحق نروح عشان ننام تاني ونيجي تاني يوم. بس كان يوم شاي النهارده، عملنا كذا حاجه، رحنا الكليه ظبطنا ورق بس. ما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير سبسكرايب، تكتبوا لنا في الكومنتات لو في اي حاجه حابين نتكلم عنها بشكل عام. الفتره الجايه في كميه كونتنت انا مش عارف ايه هي، بس يعني هو في حاجه. اكتبوا جيلي فيش في الكومنتس، اكتبوا جيلي فيش في الكومنت. اللي وصل للنقطه دي للفتره دي اكتب جيلي فيش في الكومنت عشان نعرف هل الناس مركزه ولا لا. وبس، سلام.